انا جيت. يا مساء الأنوار، لو بتشتغل في إدارة المخزون أكيد بتواجه مواقف محتاجة تصفية دقيقة، مش بس على شرط واحد، لا على شرطين أو أكتر. يعني مثلا عايزه يجيب لك المنتجات اللي كميتها أقل من 20 وتاريخ صلاحيتها كمان يكون قرب. فهنا أنا عندي شرطين لازم يتحققوا مع بعض، والحل في الموضوع دوت إن أنا أستخدم دالة فلتر بلس أن بطريقة ذكية. تعال نخش في الموضوع ونشوف هنعمل الكلام ده إزاي. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. أنا عندي قدام الجدول دوت فيه الأصناف والكميات وتواريخ الصلاحيه، واحنا عايزين نعمل قائمه فيها المنتجات اللي يكون فيها كميه اقل من 20 وتاريخ صلاحيتها يكون اقل من اسبوع من تاريخ النهارده. احنا كاتبين المعادله فوق للتوضيح، هنكتبها مع بعض هنا تاني دلوقتي. فهنا انا هستخدم معادله اسمها فلتر، فهقول له بيساوي، اتكله على المعادله مرتين، هيقول لي الري بتاعك فين، الجدول بتاعك فين. فهنا هاجي اروح محدد له الجدول كله. بعد كده بيقول لي انا عايز الانكلود، فهاجي هنا في الانكلود هعلم له على الاستوكات بتاعتي واقول له ان هي تبقى اكبر من 20، وده الشرط الاولاني بتاعي ان الكميات عندي تبقى اقل من 20. طيب والشرط الثاني هنا انا عايز استخدم معادله ان، فهنا هكتب له نجمه دي هي معناها ان، وافتح قوس ابتدي اكتب له الشرط الثاني بتاعي ان التواريخ تكون اقل من او تساوي تاريخ اليوم، فاكتب له معادله توداي واقفل القوس بتاع معادله توداي. طيب نيجي بعد كده لاف امبتي، هقول له طلع لي انه لا يوجد نتائج، او اكتب له كلمه نان وادوس له انتر، هلاقيه طلع لي النتائج بتاعتي بالمنظر ده. فهو هنا جاب لي المنتجات اللي كميتها اقل من 20 وتاريخ صلاحيتها يعتبر خلاص انتهى. الطعابة والحلاوة دي أقسم بالله. فتعالى نراجع مع بعض المعادله من اول وجديد بتقول ايه. فاحنا كتبنا معادله فلتر، بعد كده حددت له المخزون بتاعي وما خدتش معايا اول سطر، ما باخدوش، ببدا اخد من هنا احدد له المخزون بتاعي كله. بعد كده قلت له ان الشرط الاولاني بتاعي ان الكميات تبقى اقل من 20، واديته علامه النجمه ان هو ده ان معناها وي. والشرط الثاني كمان اللي المفروض تدور عليه عشان يتحقق ان تاريخ الصلاحيه يكون اقل من او يساوي تاريخ النهارده عشان يطلع لي الاكسباير بتاعي. فتعالى مثلا لو جينا نغير اي حاجه من الحاجات دي نشوف ايه اللي هيحصل. فانا لو دورت على الصنف دوت المخزون هنا هلاقي عندي هو اول واحد. تعالى نجرب نخليه كميته مثلا 21 ونرجع لداله الفلتر، هلاقي الصنف اتشال. ليه؟ لان اول شرط عندي ما اتحققش ان المخزون كميته اقل من 10، فبالتالي فلتر مع ان معناها ان لازم الشرطين يتحققوا مع بعض. فداله فلتر هنا بتدي لك قائمه حيه دايما بتتغير على حسب البيانات بتاعتك بتتغير ودقيقه ومحدده. حلوين؟ زينة والله زينة. ففلتر مع ان اداه قويه لتقرير دقيق زي المنتجات اللي قربت تخلص او اللي محتاجه اعاده طلب، او حتى لو حابب تتابع منتجات حسب المورد المخزون. جربها في تقاريرك ووفر وقتك في مراجعه المخزون، وما تنساش تعمل لنا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زرار الجرس. استنانا فيديوهات تانية. سلام.